جابر بيه ومؤمن بيه، مين اللي عمل كده ومين اللي بينزل يوزع عليهم الحاجات دي كلها؟ الفيديو ده يا ريت تمنشنه فيه لكل صناع المحتوى، اي حد انت بتتابعه تمنشن له فيه. السلام عليكم. كنت بقلب كده عجبني جدا الفيديو بتاع ايجيبت كده كده اللي بيتكلم فيه عن جابر بيه وعن مؤمن بيه. طب انت لو متعرفش ايه الموضوع، ففي حد عامل صفحه اسمها ايجيبت كده كده، الناس كلها لحد دلوقتي يعني مش عارفه ده مين. حد يقول لك اسلام فوزي، حد يقول لك لا مش اسلام، حد. المهم ان الموضوع يعني ايه، حواليه قصه كبيره. بس الاجمل من كده ايه؟ ان الناس كلها متفقه على حاجه واحده، على قد ايه الشخص ده جميل. شاف ولدين اسمهم جابر ومؤمن، اللي هم اطلقوا على نفسهم جابر بيه ومؤمن بيه. المهم الولاد دول ابوهم وامهم متوفيين، نايمين في الشارع. فاللي حصل ان لما صاحبنا ده كان معدي شافهم، قرر ان هو يعني يفرحهم. جاب لهم حاجات كتير جدا، جاب لهم هدوم جديده، جاب لهم لعب، وفوق ده كله قرر ان هو يبسطهم. وخلي بالك الاثر بتاع ده كبير جدا، وهي انت ممكن تدي فلوس بس ما تبسطش اللي قدامك. لا، هو خدهم وداهم صالون حلاقه، عمل لهم شعرهم، ظبط لهم ماسكات وحاجات ودلعهم. فالولاد كانوا طالعين فرحانين جدا. كفايه انك بتشوف الضحكه على وش الولاد دي. وسمعت كمان ان بسبب الفيديوهات دي وزاره التضامن حاولت او هي وصلت للولاد دول، وهتوفر لهم مكان يباتوا فيه، وهتوفر لهم حياه كريمه اللي الولاد دول فعلا يستحقوها. ولاد باين عليهم، يعني الله يرحم ابوهم وامهم، باين عليهم ان هم فعلا ولاد ناس، باين عليهم فعلا ان هم اصلهم طيب. يعني الولاد حتى لما بتتعامل معاهم تحس ان هم لا رجاله. فانا عندي رساله لكل صناع المحتوى، اي حد بيعمل فيديوهات، كلنا الحمد لله بتيجي علينا اوقات ربنا ممكن يكرمنا فيه. فانت اعتبر الفيديو اللي ربنا كرمك فيه ان طالما ده حاجه جت من عند ربنا فبرضه تروح لربنا. انزل شوف ولاد زي دول، شوف ستات في الشارع، شوف ناس تستحق ده، وروح وساعدهم. اقول لك على حاجه، هيطلع حد يقول لي مثلا يعني هم هيروح عشان يصوروا، ما فيهاش حاجه، بس اعمل زي صاحبنا ده، ولكن خلي نيتك عند ربنا سبحانه وتعالى هي الخير. ما تبقاش عامل ده بغرض الريتش او بغرض اي حاجه. اعمل زي صاحبنا، خليك دايما بتعمل الحاجه وانت مش منتظر ان ولا حد يعرفك انت مين، ولا ان الناس تشاور عليك ان انت اللي عملت الخير ده. فما فيهاش حاجه لو تطلع جزء من اجرك او من الفلوس اللي انت بتكسبها، وانزل اعمل كده. شوف ولادنا نايمين في الشارع ومبسطهم. شوف طفل يعني مش في مقدرته ان هو يجيب فانوس لرمضان، يا سيدي ابسط حاجه، هات لك يا سيدي 5 6 فوانيس وانزل شوف الاولاد الصغيرين دول فرحهم. انزل شوف واحده بتبيع في السوق ولا حاجه وباين عليها ان هي مهمومه، اعرف ايه اللي هاممها، شارك معاها، يمكن عليها قسط ولا عليها ديون. يا سيدي حتى لو هتديها 100 جنيه، 100 جنيه هتحل لها ازمه اكل في اليوم ده. فخد بالك، والله والله ما في حاجه هتقدمها غير لما ربنا يردها لك اضعافها. عن تجربه، ما فيش حاجه هتقدمها غير لما هتلاقي خير، خير عمرك ما تتخيل ان ربنا يعني يديهولك، لدرجه انك هتقعد مع نفسك تقول يا رب انا استحق كل الخير ده، يا رب انا استحق وقفتك معايا دي، يا رب انا استحق الكرم اللي انت كرمني بيه. عارف ده كله بسبب ايه؟ بسبب الصدقه، بسبب ان انت فرحت قلب حد. فيا جماعه من فضلكم، انا بناشد كل صناع المحتوى، كل صناع المحتوى بلا استثناء، كل حد فيكم يطلع اجر فيديو واحد. يعني اعتبر ده اعلان يا سيدي، اجر فيديو، اطلع واعمل بيه حاجه كويسه، فرح بيها الناس، فرح بيها حد مش في مقدرته انه يفرح. فكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجازيك يا رب كل الخير. وانا عارف ان انت بتشوف الفيديو ده لان احنا اصحاب يعني، تمام، بس برضه مش عايز يقول لي هو مين، بس سيبنا هنعرف يعني. ربنا يجازيك كل خير يا رب.